السلام عليكم خواتاتي كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده يا رب. كي دايرين حبايبي الغالين خواتاتي واخيرا الحمد لله ونعم بالله. واخيرا جا الوقت اللي جات فيه الدار من بعد انتظار طويل، الحمد لله ونعم بالله. الله مع الصابرين. جا الاجل ديالها، نتمنى ان شاء الله تكون لينا دارة الخير بالصحة والسلامة والهنا وطول العمر ليا وليكم ولجميع أمهات محمد يا رب. جميع أمهات محمد، جميع كاع الناس اللي تيجروا في الخير وكاع اللي كيتمنى شي حاجة الله يوصلوا ليها، والله يجعل سيدي ربي يفرجها عليه. هذا راه قبر الحياة ماشي هو قبر الآخرة، ولكن ضروري، ولكن حتى في الدنيا خص يكون عندنا قبر الحياة. المهم هذا هو الصالون، هذه الكوزينة. كاين هذا البالكون الكبير اللي يعني تيشد بيناتهم ما بين الكوزينة والصالون. هنا عندنا الجريدة. هنا يلا صبغنا روينا، ما ديوش عليها الدار رخاوي، ما فيها حتى شي حاجه هكا. بعدا كانت مزيانه ليا باش حتى في الصباغه ما لقيتش مشكل. الدراري تبارك الله عليهم، الله يرضي عليهم، غطاو كل شيء الحمد لله، كل شيء بقى نقي. ولكن ضروري مازال غندير له واحد الحكه هي هذيك. المهم هذا هو الحمام، زوين عجبني جديد. هذه الدخله. هنا كاين بيت صغير حتى هو عنده الشرجم ديالو كي تشوف لهدك جريده لور. وهنا كاين بيت اخر كبير. هذا الزليج ديال هاد الارض زوين جديد، الشرجم دوبلي الحمد لله، بصراحه مزيانه عجباتني. هنا البيت نعاس كيشوف لهاد الطبيعه زوينه، زونه زوينه نقيه جديده يعني الزونه كلها جديده. هاد البلاصه هاد الشارع مازال ان شاء الله، مازال باقا ان شاء الله، مازال غنفرشو. اول شي بعدا خصها واحد الحكه هي هذيك. باقي ما عنديش للضوء، ما عنديش الغاز. انا اختكم كنشد في العبار، ضروري خصني الخاميات بشويه جي على الموت في خطره كيف كنقولوا حنا، راكم عارفين يعني ماشي سهل الانسان باش يدير كل شيء، وسيرتو ملي كتكون يدك بوحدك. ايوا هذه هي الحياه. ضروري مازال باقي خصني الخاميات وخصني تريات نركبهم، والموبيلي تامه. ان شاء الله غنمشيو ليكيا نشوفو. ومشينا حتى لواحد المحل اخر ولكن ما عجبنيش، مشيت لموندو كونفينينسا. بالنسبه للناس اللي عايشين في ايطاليا راه عارفين الموندو كونفينينسا. ما عجبنيش بصراحه داكشي الموبيل وداك الماتريال اللي عندهم. وديجا انا عندي معاه واحد التجربه، كنت خديت من عندهم واحد المضربه ومن بعد خرج من هذاك الحديد، ما عجبتنيش. ونيت ولدي حتى هو باغي ياخذ من ليكيا. عندها الماتريال زوين وعندها الجارانتي، كيعطوك من 12 سنه والفوق، يعني ما تعطوش قل من 12 سنه. وحتى الماتريال ديالها عود زوين، لان هي كلها اصلها زفيديزي، يعني هي سويديه، وعندهم شي حاجه طوب، يعني ما عندهمش الخشونه. بصراحه ليكيا اللي خدا منها بصراحه ما يندمش. يزيد شي حاجه ديال الفلوس نورمال، راكم عارفين يعني بغيتو شي حاجه زوينه خاصكم شي حاجه الفلوس، ولكن ما تندموش على الماتريال ديالها. تصوروا بيت النعاس دايرين فيهم 10 سنين، والكوزينه دايرين فيها 12، وكاين شي كوزينات دايرين فيهم 25 سنه، يعني فاهمه دايرين فيهم 25 سنه حتى عارفين سلعتهم يعني كيفاش دايره. وهذا الشيء اللي كاين، الله يجعلنا في الصواب.
هذا هو البالكون. كبير ما شاء الله، متسع. مازال ان شاء الله خصو توا واحد الحكه، ومازال ان شاء الله غنقادو، غندير فيه الوريدات، وغنقاد ليه، غنغطيه وندير فيه واحد الجلسه كيطلع لهاد المنظر الجميل. اتساع الحمد لله. وعلى خلعه واش من خلعه، تصوروا طاح لي الكاس ديال الزاج، طاح في الارض، عرفتي السار شقف، طاح لي فوق رجلي وتهرس، وعرفتو من الداخل وانا بوحدي تخلعت، طرت من بلاصتي والله العظيم. المهم ها نتوما تيقول لكم راه تهرس لكم الزاج، كيقولوا كيقول لك راه سقط يدي معاه البلا والباس. نتمنى ايوا ها نتوما البنات لا عندكم شي فكره قولوها ليا، والله الا كان جبت فيهم البارح الدراري اللي صبغوا ليا، جبت لهم شويه اتاي شويه المناضه. وهنا حبايبي من بعد ما درت معكم هاد الدويره في الدار، غادا ننزل نشوفوا الكراج. عندي كراج كبير ما شاء الله متسع، يعني ندير فيه السياره، وفي نفس الوقت ان شاء الله توا غندير ليه واحد الحكه قادو، وندير فيه اي حاجه ما محتاجاهاش، زوين يعني نقي، وماشي ما فيه لا موفى، لا موفى يعني لا ميديتي ولا الموفى شويه بالعربيه، الموفى الغمله ولا الغمل ولا الخمله، لا الغمله وقيله هي بالعربيه، ما عرفتش بالعربيه الغمله الموفى، ما عرفتش الموفى هي كنقولوا حنا شي حاجه غامله، شي حاجه مصوفه، شي حاجه كتعطي الريحه، ما فهمتش الغامله وقيل هاك، ما عرفتش. المهم غير قبلوا عليا قبلوا عليا كيف ما قلت ياك. ايوا هذا هو الكراج. الناس اللي كانوا قبل كانوا مخلين فيه هذاك لافابو الكوزينه وقيله، وهذاك الباب هذاك ماشي مشكل غنلوحهم. حتى في الطلعه عنده خي يكون طيح الثلج ما لقاش مشكل، ملي نبغي نطلع السياره ولا نبغي ننزل عنده سميتو، عنده الطلعه ما عالياش بزاف وكبيره. حتى اللي عندكم السياره مثلا كبيره، اللي عنده السياره اللي ساكن هنا وعنده السياره كبيره يعني يجيب الدور على خاطره. وهذا الشيء اللي كاين. وكاين فيه كاينه مازال كاين الكانتينه حتى هي لتحت في العكاب، حتى هي زوينه، شفتها انا نهار اللي جيت نشوف الدار شفتها، حتى هي زوينه ونقيه. ولكن الحوايج اللي مهمين نديرهم في الكراج احسن، لان الكانتينه ضروري مع المده كتغمل، تقدر مع المده تغمل، ماشي بحال الكراج مع جا ماشي تحت العكاب مهوي ومشمش الحمد لله نقي. وهنا ديريكت من الكراج نكون مقديه تكون نصب الشتا من الكراج للسانسور الحمد لله. وهنا من بعد ما خرجت لقيت السياره فيها 32 درجه الحراره، سبحان الله مبدل الاحوال. محندي اليوم باركه، قلت خليني نبروفيتي، قلت خليني نمشي نقلب على الخوامي وعلى العلاقات ديالهم، ونشوف حتى البرودويات باش نعقم الحمام ونمسح الدجاج ونسيق، ما يكونش فيهم شي ليكوي ولا شي حاجه على حساب الحساسيه. راكم عارفين العوينات ديالي دغيا تيحمروا ليا بالحساسيه، هنا راه ديجا حمروا مع الصهد، كيقهرني جافيل وامونياكا، ولكن راه هما اللي كيعقموا مزيان صراحه. ماشي هي الصوت وقيله لا عاوتاني خبطني البرد الداري جا عندي واعره. المهم حبيبتكم غادا اختي لاكسيون نشوفوا اشنو كاين واشنو جايبين. كنظن واقيلا دائما نفس الحويجات، ولكن دابا مع الصيف ممكن يكون مدخلين شي حاجه غير، شي حاجه جديده. ايوا هادشي اللي كاين، وان شاء الله غادي ناخذ بزاف ديال الحويجات من اكسيون ومنها بكازا وفين مكتب، وما عارف نقلب هنا وهنا وهنا تنلقى داكشي اللي انا محتاجه وداكشي اللي انا خاصه اللي خاصني. ايوا ودابا نقول لكم علاش وعلاش وكيفاش. ايوا هادشي اللي كاين حبايبي الغاليين. يلا خليكم معايا وخليكم حتى لنهايه الفيديو ان شاء الله. بغيت نشارك معكم الفرحه ديالي، علاش لا، ونشاركها معكم، وفي نفس الوقت نتوما راكم عارفين انا كندير فيديوهات هكا تيبقاو ليا كذكرى في يوتيوب. بعض المرات راكم عارفين الصور كيمشيو مثلا
كيمشيو لكم الفيديوهات سيرتو ملي تيعمر لكم التليفون ولا شي حاجه. بعدا هكايا ملي كتكون شي فيديو في اليوتيوب ولا هكذا تيبقى اكثر هي اليوتيوب. مزيان اليوتيوب تيبقى فيها، ما كنظن، ما عرفتش تيك توك وداكشي الاخر ما نعرف. المهم اليوتيوب تيبقاو فيها الفيديوهات، كيبقاو فيها الصور، كيبقاو فيها ايوا هادشي اللي كاين يا خوتي الغاليين. المهم اختكم انا دابا كنقلب على الباركين انا لقيته اخيرا. يلا خليكم معايا حبايبي الغاليين باش ما يجيناش الفيديو طويل. الكماله غادي تكون في الفيديو القادم باذن الله. مع السلامه حبايبي.